قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما. دايما بنبص ونركز ونأكد على الجوانب اللي ناقصة في حياتنا من غير ما نشكر ربنا على الجوانب الكتير الكاملة في حياتنا. ويمكن ربنا منقص الحتة دي في حياتك عشان دايما تقول يا رب، عشان لما تسجد تقول يا رب. وهو يقول كده: من عبادي عباد إن أغنيتهم فسد حالهم، وعباد إن أفقرتهم فسد حالهم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ولكن إيه؟ ينزل بقدر ما يشاء. يبقى اللي انت فيه ده ايه؟ مراد الله فيك، فسلم تحت مجاري الأقدار. ولذلك سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: إذا مر عليك الضيق ونزلت في منازل الضيم فهي واحدة من ثلاث: إما ذنب أذنبته الله يعاقبك به، وإما أنه عارض، فإن كان ذنب فاستغفر الله فالله يزيله بالاستغفار. فما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. طب استغفرت وعملت ولسه الدنيا ضيقة، قال يبقى تحصن وترقي نفسك وتلازم الورد وتسجد كتير وتتضرع إلى الله وتنيب وتحسن اللجوء إلى الله، فإن الله من أحسن إليه الالتجاء حاشاه أن يرد ما أتاه واحتمى. طب احتمينا وسجدنا ولسه برضه، قال يقول لك إيه بقى؟ فإن استغفرت ولم تنفرج وتحصنت بالأذكار ولم تنفرج فاعلم أنه مراد الله، فسلم تحت مجاري الأقدار، لأن الله قد يعطيك في ليل القبض من أنواره وعطاياه ما لا تناله في نهار البسط. أول ما تلاقي ما فيش فلوس في جيبك سبحان ربي الأعلى. صح ولا غلط؟ ما واحد راح لواحد من الصالحين قال له: سيدنا ادعي لي الحالة ما فيش خالص. قال له: ما فيش خالص؟ قال له: أيوه. ما عندكش حاجة خالص؟ قال له: ولا أي حاجة. ما كلتوش خالص النهارده؟ قال: والله ما فطرنا حتى. قال له: يا ولدي جي نروح الهديان. قال له: لأن الله أنزلك منازل المضطرين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله.